السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. واحنا اليومين دول عمالين بنعمل حاجات كده لرمضان علشان نبقى طبعا بيتنا متعمر بالخير بأمر الله. وكمان يا حبايب قلبي ما يكونش ناقصك اي حاجة في بيتك ولا تحملي جوزك الهم ولا اي حاجة. طب انا عايزه اقول لك فكره النهارده حبيبتي. لو انت ما عندكيش سمنه، ما عندكيش زبده، ما خزنتيش زي ما الناس بيخزنوا، ما عندكيش اي حاجه كده الا التموين بتاعك. طب انا عايزه اطبخ بقى وعايزه اعمل اكلات حلوه كده وطعمها حلو وتفتح النفس. طبعا احنا هنعمل بقى فكره النهارده جميله قوي. كل ست بيت حلوه كده جميله تقدر ان هي تعملها وتمشي بيتها بامر الله. طيب احنا اما نيجي نطبخ طب ما عندناش حتى شوربه او حاجه، هقول لكم على حاجه بقى تخلي اكلك كله كده فله فله فله. هنشرب كوبايه شاي مع بعض كده وهقول لكم شويه نصايح يا حبايب قلبي. طبعا احنا دلوقتي السوق بتاعنا فيه خضار جميل، خضار الشتاء، والحمد لله رمضان جاي على الشتاء والصيام هيبقى حلو وجميل فيه. عندك البسله بقى فرزناها قبل كده، عندك الطماطم، عندك الجزر، عندك الاستفندي، البرتقال، الفراوله، كل الحاجات دي اسعارها يا حبايبي في متناول الجميع. عندك البطاطس كمان. حاجه حلوه قوي. بصي يا حبايبي احنا هنشرب كوبايه الشاي مع بعضينا كده، واقول لكم معلومه انا سمعتها من دكاتره كتير قوي على النت وكده وعلى الفيس. بيقول لك ان احنا كنا زمان لما بنقلب الشاي كده كنا بناخد الرغوه دي ونشيلها، بنقول ايه دي بتاعه الميه، رواسب الميه مطرح الغلي الميه. لا ده اقول لك دي بقى السره اللي انت شايفاها دي، الناس كانوا بيسموها السره، جميله جدا بالفيتامينات ومليانه بحاجات حلوه خالص. طب النهارده بقى يا حبايب قلبي هنعمل ايه؟ تعالوا معايا كده اقول لكم هنعمل ايه. طبعا اهم حاجه بقى هقول لك يعني فكره، وهقول لك كمان حاجه تكون ساهيه على بالك كده ان انت ما تعمليهاش اليومين دول. لا اعمليها بقى. نضفي ثلاجتك، نضفي الثلاجه، طلعي الفريزر اللي فيها، لو عندك فريزر طلعي اي حاجه ملهاش لازمه، لان احنا طبعا كستات كده بنحب الكركبه كده، يعني فداء فينا الكركبه. كل شويه حاجه يفيدوا اربط في كيس وشيل، اربط في كيس وشيل. تنفضي بقى الثلاجه وطلعي بقى ايه، هتلاقي بقى خيرات ربنا. هتلاقي كيس لحمه، وهتلاقي كيس كبده، وهتلاقي مش عارفه كيس ايه كنت ناسياه. النهارده بقى انا وانا بروق كده التلاجة لقيت بقى ايه، كان عندي بقى دهن كده من مطرح ما بشتري اللحمه مثلا، ويبقى عندي في حته سمينه او كده انا ما برميهاش، حطيتها بحطها في كيس واحطها في التلاجة. ممكن بتزودي الشوربه بيها، بتزودي حاجه. لقيت عندي حته ليا صغيره كده، لان انا بحب اجيب الليا اعمل بيها الحواوشي، اعمل بيها الحاجات ديت، فبرده طلعتها وجبت كمان عليها نص كيلو ليا. ده الخير كله بقى النهارده في نص كيلو الليا دي. نص كيلو الليا يا بنات في ناس بيبيعوها ب 280 كيلو وفي ناس بيبيعوها ب 300. طبعا اللي هي جميله جدا جدا، وان انت تقدري حاجه بقى. بصي الدهن اللي ربنا قال عليه في القران هو ده الدهن اللي موجود عندنا في القران بقى، وحاجه طبيعيه مش هتاذيكي ولا هتعمل معاكي اي حاجه. بصي لون الدهن من لون اللي يعني اللي لونها فاتح، الدهن بيبقى غامق شويه حسب بقى انت جايبه بقري جايبه جاموسي. فالمهم ان انا جبت بقى النص كيلو ليا ده وقلت ان انا هقطعه وهعمله سمنه. انا بحب اقطعها خالص كده، وفي ناس بتحب تفرمها عند الراجل بتقول له فرمها لي، وتقوم ماسكاها مقطعاها سلياها في قلب الحله وتطلعها بقى. انا بقى بحب كده اقطعها كده من تحضيرات برده رمضان الجميله. هتقطعيها حتت صغيره كده وتحطيها في الحله لحد لما تسلي منك خالص. وممكن بقى ان انت بتحطيها زي السمنه البلدي كده في قلب برطمان، طبعا تكوني منضفاه ومعقماه وتحطيها، والله تقعد معاكي من السنه للسنه. اللي هي طبعا يا بنات بتخلي الاكل طعمه جميل قوي. ولا سلام بقى طاجن باميه، طاجن بطاطس، حبه ملوخيه. طيب هي النص كيلو ده هيكفيني يا مس امل؟ ده ممكن يكفيكي شهور وشهور. طب ازاي؟ انت مثلا برضو عشان الدهون برضو في ناس بتبقى عندها ضغط وعندها امراض وكده، فالليه والحاجات دي بتبقى صعبه عليها. انا بقى بحب اشيل حته علشان افرمها مع اللحمه. لما اجي اعمل كفته احب احطها مع الحواوشي، احب احطها كده حته صغيره مع البرجر، بتبقى جميله قوي. فانا هسيحها يا حبايبي وهحطها في برطمان، واللي هو اللي بيطلع السيله بتاعها ده بعد ما بتتحمر خالص بشيله بقى في علبه. لو محشي بقى يا سلام، حطي بقى حبه الحاجات دي المحشي مع المحشي، يخلي لك المحشي في حته ثانيه. طبعا انا ولادي برده مش بيحبوا طعم الليه في الاكل، اللي هو يلاقي حته الليه كده تحت بقه في يقول لا يا ماما ايه ده مش عارف ايه. فانا عشان كده انا بسليها وبخلي بقى الحاجات التانية دي يا اما احطها في المحشي يعني فين وفين بقى لما تظهر، يا اما بحطها في حبه شوربه هكون هطبخ، يا اما بحطها في قعر المحشي خالص فوق حبه الخضره اللي انت هترصي عليهم المحشي، او بين الطبقات المحشي
عشان يخليك المحشي بتاعك طعمه حلو وجميل. فطبعا دي فكره من الافكار بتاعت التوفير، ان انت بقى هتجيبي معلقه الليه وتحط عليها معلقتين زيت وتطبخي زيت التموين، يبقى انت ما جبتي خزينك عباره عن 140 جنيه مع ازازه زيت تموين، هتكفي معاكي والله يا بنتي ببركه ربنا، هتكفي معاكي كتير. في ناس بيتريقوا بقى على اللي عمالين يحضروا رمضان ويفرزوا رمضان. احنا بنفرز لرمضان ليه؟ اولا الوقت في رمضان يا بنات بيبقى ضيق جدا، ما بين ان انت تعملي اكل وبين ان انت تروحي تصلي التراويح وتصلي التهجد، تقري لك شويه قران، تجيبي طلبات البيت، فبتاخد منك وقت. فاحنا بنشتري الطلبات اللي احنا هنحتاجها على قد ما تقدري. لو طول الشهر هتشتري الطلبات بتاعتك واللي تفرزيه. التفريزات يا بنات بتوفر جامد قوي قوي والله العظيم، بتوفر وبتشيل عنك حاجات كتيره قوي قوي. هناخد بقى الكميه دي كلها وهنسيحها في الحله، وهوريكم بقى عشان طبعا ما اخدش وقتكم كله في الفيديو، وهوريكم احنا هنعمل ايه. هحط الدهن على الليه، شايفين يا حبايبي؟ انت ممكن لو انت الراجل ريدي يفرمها لك قولوا له افرمها لي، هو طبعا عنده مكنه الفرم، ممكن يوافق وممكن لا، عشان اليومين دول زحمه، فممكن يقول لك مش بفرمش، او ممكن يفرم حسب بقى. بس كده انا ممكن افرمها في الكبه، بس مش عايزه اتعب الكبه برده. وادينا بنتسلى مع بعض، وبوريكي برده طريقه السلي بتاعها، ما تحطيش عليها اي حاجه. احنا هنجيب الحله ونحطها في الحله كده بس، ونولع عليها النار. وبعدين عايزه اقول لك على حاجه، بصي اللي هي بتبقى حته واحده ازاي، اوعي يضحك عليكي ويديكي دهن ويقول لك لا، لكن الدهن بيتفرتك كده في ايدك اهو. بصي الدهن بيتفرتك ازاي. فانا طبعا عشان احط ده على ده، ولو لقيتي حته جلده حته حاجه مش عاجباكي ممكن ان انت بتشيليها طبعا اهو. طبعا ده كان في الفريزر قديم، فانا هحط ده على دوت، وان شاء الله هنعمل حبه كده حلوين. وادي الحله بتاعتي، احط بقى فيها الكميه. احط بقى الدهن كده على الليه في قلب الحله، ونبدا بقى ان احنا نولع عليهم النار، وهوريكم الخطوات بتاعتها. بصوا بقى يا حبايبي اهو، انا قطعتها، هروح احطها على النار، وبعدين هقول لكم انا عملت ايه في الحبه اللي انا شلتهم دول، هنشيلهم ازاي. تعالوا بقى كده اهوت، بصوا معايا، انا شلت كده حته الكفته، حته اللي قصدي لحواوشي، بحب كده اشيل حتتين كده. هجيب بقى الاسترتش الغذائي بتاعي دوت، واحط في كل حته كده في كيس لوحده، عشان لما اطلع ما اطلعش الكيس كله، هطلع بس ايه الحته اللي انا محتاجاها، ابقى انا عارفه برده انا شايله ايه. وحتى مش في نفس الوقت مش هتاخد مكان منك في التلاجة. تلفيها بحته استرتش كده اهو، ونشيلها في التلاجة كده في الفريزر بتاعتك. وقت ما تعوزيها هتطلعيها. شايفين الاسترتش اهي ما خدتش مني اي وقت، وباينه قوي ان هي ليا، عشان ما تتوهش معاكي في وسط الحاجات اللي في التلاجة بتاعتك اهو. انا بحب كده اشيلها كده، احط منها حته زي ما بقول لكم في الحواوشي في الكفته. شايفين يا حبايبي اهو، حطيتهم كده 4 حتت كده اهوت، اشيلهم بقى معايا في الكيس. ولما احب اطلع هطلع بقى ايه، هطلع الحته بتاعتي اهو زي ما احنا شايفين كده اهو يا حبايبي. حطيها بقى في التلاجة عندك اهو، ووقت ما تحبي تطلعي حطي كده عشان ما تبقاش برده واخده مكان. وانت عارفه ان دي ايه ليا، باينه قوي اهي اهو كده. وتعالوا نولع على الليه بتاعتنا عشان تعمل. انا ولعت كده عليها النار بقى، هسيبها مع نفسها كده، وخلي بالك لا تتحرق منك عشان كل شويه برده تبص عليها. هي هتسلي بقى مع نفسها كده، وتوطي عليها النار وتسيبيها، ولما تستوي هبقى اوريها لكم. زي ما احنا بقى شايفين يا حبايبي كده، انا سيحتها خلاص لحد ما ادت اللون الذهبي الحلو ده. بصوا بقى، دي سمنه بلدي كده جميله كده باللون الذهبي الجميل بتاعها. نبدا ان احنا بقى نصفيها. لو انت عايزه تحطيها كده كلها مع بعضها براحتك، عايزه تصفيها وتخليها زي السمنه برده براحتك. يلا بينا نحطها في البرطمان. نجيب بقى الصفايه بتاعتنا، ونبدا ان احنا نصفي اللي هي بتاعتنا كده. شايفين لونها جميل ازاي، ابيض خالص ناصع. وكمان لما هتبرد وتجرمس كده تبقى جميله، هتبقى لونها لون السمنه البلدي بالظبط. يبقى انت كده بتطبخي بسمنه بلدي، حاجه طبيعيه من غير هدرجه ومن غير اي حاجه، وبسيطه وعلى قد الايد. ووفرتي برده اكلك بقى طعمه جميل وحلو زي ما احنا شايفين كده. والباقي بقى اللي هو فاض ده انا هحطه في علبه لوحده زي ما قلت لكم كده. تعملي محشي، تحطي في اكل ما فيهوش لحمه مثلا، تحطي حته كده منه مع الاكل برده يدي طعم. حاجات كده جميله وحاجات طبيعيه وربانيه،
وعلى قد الايد. وهي دي الاكلات بتاعت زمان، لا عمرنا سمعنا جدتنا ولا ده ولا ده كان عندهم الامراض اللي طالعه اليومين دول، لانه كانوا بياكلوا كل حاجه طبيعيه كده وحلوه زي ما انا بقول لكم. شايفين يا حبايبي اهو، ده كان نص كيلو على حتتين دهن كانوا عندي كده. وانت بقى قلبي في تلاجتك زي ما قلت لك كده، وطلعي الخيرات اللي موجوده في التلاجة. حطي بقى التاني ده كده هنا في العلبه اهو زي ما قلت لكم. تبداي بقى ان انت تاخدي منها وقت ما تحبي. ونجيب الغطا بتاعنا وهنغطيها. تبقى خدوا برضو اللي فات ده كده اهو، شايفين اهو حاجه كده دهب طبيعي. حطي بقى العلبه بتاعتنا كده ونقفلها وتحطيها في التلاجة، على باب التلاجة عادي، في قلب الرف عادي. دي بقى مش محتاجه فريزر ولا اي حاجه، وهتبقى جاهزه معاكي وعلى قد الايد. بسرعه كده تطلعي وتعملي منها. والله لسه عندي بتاعتي العيد الكبير، يمكن اخر حبه في البرطمان. كل ما بيخلص انا بقى عندي بجيب. بس المره دي انا جبت بس نص كيلو اهو. ادي السمنه بتاعتي جميله اللي هي بتاعتي اهي. وادي ديت اهي زي ما انا حطيت لكم، حطيتها في البطرمان. لو انت بقى عايزه تحطي عليها هنا كيلو زيت تحطي وتاخدي وتطبخي بالزيت كده على طول. وهي عملتي معايا اللي قلت لكم عليها الصحيحه اللي انا هشيلها في قلب التلاجة. ويا رب بقى الفيديو النهارده يكون كده عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير مع يوميات مس امال او منوعات ومشروعات مس امال حسب ما ينزل لكم في القناه. ويا بنات عايزه اطلب منكم حاجه، فعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. فانا زي ما بقول لك كده، لو عايزه تحطي عليها كيلو زيت حطي، هيبقى زي الفل. عايزه تسيبيها كده سيبيها. فانا مش عارفه بقى هحط عليها زيت ولا. انا بقى بحبها جامده كده عشان حتى ما تتقلبش مني او حاجه. لو انت عايزه تحطي عليها زيت هتبقى سايبه شويه تمام. فانت وانت بتطبخي تاخدي حته ربع معلقه وتحطي عليها معلقتين الزيت، وتبقي دبخه احلى طبيخ وريحته حلوه وجميله وحاجه كده فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايزه اقول لكم ان انا بدلت البرطمان لانه لقيته كبير على الفاضي، فحطيته ببرطمان صغير. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.